السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ باذن الله ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض كورس جوجل ادز اللي هنبدا فيه من الصفر، من مرحله المبتدئ لحد باذن الله ما نوصل لمرحله الاحتراف، وانك تكون شغال بنفسك مش محتاج اي حد ولا محتاج انا شخصيا. هتبقى بتعرف تعمل بنفسك كل حاجه من غير اي مساعده. الكورس ده باذن الله ربنا يعلم انا هحط لك فيه كل العلم اللي انا اعرفه، فهيبقى مقسوم لجزء اللي هو مرحله الامبلمنتيشن او الدوس على الزراير، ان انت ازاي تعمل اعلان اللي هتلاقيه مشروح كتير جدا على اليوتيوب، وجزء تاني انا هديهولك باذن الله ان شاء الله هتفهمه كويس جدا، وده غالبا مش هتلاقيه على اليوتيوب لان هو خلاصه علم وخبره. وهو الجزء التاني ده اللي هيخليك تبقى ان شاء الله محترف جوجل ادز ومش محتاج اي حد يساعدك في اي حاجه، لان انا هديك كل التريكات اللي ممكن تحتاجها فيه باذن الله، زي انك تخطط للكامبين بتاعتك من قبل ما تبدا اصلا بالتفصيل، تبقى عارف انت لما تدفع كام هيجي لك كام نقره او كام كليكايه بالظبط قدام كام كلمه مفتاحيه، علشان الموضوع بالنسبه لك كله يبقى متقاس بالارقام، علشان لو انت شغال لنفسك تبقى فاهم، او حتى لو انت ميديا باير وعايز تبعت الداتا دي للعميل بتاعك علشان يبقى عارف بطريقه نيوميريكال كده كارقام هيدفع كام من قبل ما يبدا الحمله، ويجي له ارقام قد ايه ككليكس او كام كونفرجن مثلا، فانت هتبقى عارف تحسب ده قبل ما تبدا الكامبين اصلا. فيبقى بالنسبه للعميل بتاعك اديني ارقام، هتعرف تديله ارقام من قبل ما تبدا. وكمان هعرفك ازاي تتابع اداء الحمله بتاعتك، ولو في اي خلل او حاجه وقعت منك هعرفك ازاي تحسنه. فالموضوع مش هيبقى اللي هو بص خش دوس على الزرار ده والزرار ده والزرار ده فالحمله طلعت وخلاص شكرا، لا انا هبقى متابع معاك كل حاجه خطوه بخطوه، من اول ما انت بتخطط لحد ما الكامبين بتاعتك طلعت، وبعد كده مرحله الاوبتمايزيشن التحسين بتاعها، واخر مرحله خالص لو باذن الله ان شاء الله نتيجه الكامبين بتاعتك كويسه، وليكن مثلا كمثال الكامبين بتاعتك انت بتدفع فيها 1000 جنيه وكنت مخطط لها مثلا 1000 جنيه دي تجيب لك 100 كليك، وفعلا عرفت تحقق الهدف بتاعك وزياده شويه، فالعميل بتاعك او انت شخصيا الاداء ده عجبك ونتائج الحمله عجباك، فعايز تزود. طب هل لو دفعت 2000 جنيه يجيب لك 200 كليك؟ طب هل لو 3000 جنيه يجيب لك 300 كليك؟ طب هل ده ثابت كل ما اكتر فلوس، كل ما ازود البادجت او الفلوس اللي انا هدفعها كل ما نتائجي هتزيد؟ لا طبعا، ممكن الكامبين ده يضرب منك في وقت معين. فانا هعرفك ازاي كمان تقدر تحسب السيلينج بوينت بتاعتك، او النقطه اللي عندها خلاص وصلت لمرحله انك ما ينفعش تدفع اكتر من كده، لان نتائجك مش هينفع تزيد عن كده. بلس اخر حاجه كمان بقى، خصوصا لو انت ميديا باير، ازاي تعمل ريبورتنج الريزلتس بتاعت الكامبين بتاعتك عشان تبعتها للعميل، سواء العميل ده عايز ارقام وبيفهم في جوجل اد هعرفك ازاي تبعت له الموضوع بطريقه رقميه يفهمها كويس جدا ويفهم ان انت شاطر، او لو العميل بتاعك عايز مجرد نتائج نهائيه هعرفك ازاي برضو تعمل ده. ومش بس كده، انت هتعرف قوه جوجل ادز في الاعلانات وهتحب البلاتفورم بتاعته جدا، وهتلاقي النتائج بتاعتها مبهره لدرجه انك لو شغال سوشيال ميديا هتبقى عايز تسيب السوشيال ميديا تروح تشتغل جوجل ادز من قوه النتائج وقدرتك على التحكم فيها بصوره اساسيه، مش اللي هو بطلع كامبين ومش عارف هتظبط ولا لا. لا باذن الله ان شاء الله هخليك استاذ في الموضوع وهخليك تحبه وتبقى شاطر جدا فيه وتطلع منه نتائج مبهره. فعايزك بقى اهم حاجه تسمي الله معايا كده وتركز، وتروح تجيب كوبايه الشاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان ده الفيديو. بص يا سيدي، اول حاجه هنتكلم عنها في كورس جوجل ادز هو ليه اصلا جوجل، يعني ليه اشتغل على جوجل، ليه اللي يخليني ما اروحش اشتغل على الحاجات اللي هي بالنسبه لنا اسهل زي فيسبوك زي انستجرام، ما اسهل بكتير وكلنا متعودين عليهم. إيه اللي يخليني اروح لجوجل؟ اولا ما ينفعش باي حال من الاحوال تقارن ما بين منصات السوشيال ميديا وجوجل دوت كوم، لان انت بتقارن كانك بتقارن ما بين الماوس والجهاز. مفيش وجه مقارنه بين الحجم، وغير ان الماوس جزء من الجهاز، ده نفس الموضوع. جوجل دوت كوم عليه اكتر من 3 مليار ويب سايت، من ضمنهم فيسبوك، من ضمنهم انستجرام، من ضمنهم لينكد ان، ومن ضمنهم سناب شات، دول كلهم جزء من جوجل دوت كوم. فما انت ما ينفعش تقارن، مفيش وجه مقارنه اصلا ما بين الحجم، ما بين الداتا اللي على كل واحد فيهم، وحتى اليوزرز اللي عليهم. لان كان من ضمن الحاجات اللي ما ينفعش تقارن فيها ما بين جوجل دوت كوم ما بين اي منصه سوشيال ميديا، اليوزر اللي هنا غير اليوزر اللي هنا. انت لما تكون زهقان ممكن تخش على فيسبوك ولا انستجرام تقعد تسكرول شويه، انما جوجل مفيش كده، مفيش اصلا انا زهقان فاخش اسكرول على جوجل شويه. مفيش يوزر بيخش على جوجل الا لما يكون عايز حاجه، هو داخل بيدور على حاجه، داخل يسيرش عشان عايز ياخد معلومه. فاول حاجه ناخدها في جوجل ان اي عميل داخل عليه هو داخل على هدف معين، داخل بيسيرش على حاجه عشان يشتري، ياخد معلومه، ياخد ريفيو، بيدور على حاجه معينه وهيخرج. فداخل عنده نيد، عنده حاجه معينه، على عكس السوشيال ميديا هو داخل زهقان بسكرول فيظهر قدامه اعلان ممكن يعجبه وممكن لا. انما على جوجل الاعلان اللي هيظهر للعميل او نتيجه البحث اللي هتظهر عميل مش هتظهر له الا لما يكون هو بيدور عليها.
فاوريدي العميل اللي ظهر له نتيجة اعلانك ظهر له لانه بحث على حاجة زيه او حاجة قريبة منه. على عكس لما تروح تعمل اعلانك على السوشيال ميديا، الاعلان بتاعك ظهر والعميل بيسكرول، ممكن يبقى عايزه ممكن يبقاش عايزه، ممكن يبقى مهتم ممكن يبقاش مهتم. فدي اول حاجة مهمة وكبيرة جدا كفرق ما بين جوجل وما بين اي منصه سوشيال ميديا تانية. ده غير طبعا حته الحجم اللي احنا قلنا عليها. يعني جوجل بدأ في اخر 6-7 سنين يقوى بطريقه كبيره جدا، بقى حاجه اساسيه بالنسبه لاي مستخدم، لدرجه ان احنا بقينا لما نخش نسيرش على حاجه ما بقناش احنا داخلين نخش نسيرش، حولنا كلمه جوجل لفيرب اللي هو جوجلت، اللي هو خش سيرش عليها. 90% من الناس اللي حابين يخشوا يسيرشوا على اي حاجه بيستخدموا جوجل، مش بيستخدموا اي منصه سيرش تانية. وما بين ال 90% اللي دخلوا سيرشوا على جوجل دول على حاجه معينه، 85% منهم هيختاروا نتيجة من أول صفحة. أول صفحة زي ما هنشوف مع بعض كده بيبقى فيها 17 نتيجة تقريبا. 85% من الناس اللي هيسيرشوا هيختاروا نتيجة من أول صفحة، مش هيخشوا على الصفحة التانية ولا التالتة. 80% من الناس اللي هيروحوا يشتروا حاجة زي مثلا زي عربية، زي مثلا هم بيدوروا على شقة يشتريها، هو مش هيروح يشتري من على جوجل دوت كوم عربية ومش هيروح يشتري شقة، بس قبل ما ياخد قرار الشراء النهائي هيخش يسيرش على المنتج اللي هيشتريه ده علشان يتأكد ان ده احسن مكان يشتري منه عن طريق جوجل دوت كوم، علشان يتأكد من قرار الشراء النهائي بتاعه. فمن 90 ل 80% من الناس اللي هياخدوا قرار الشراء هيبقوا على جوجل. طيب بعيد عن منصات السوشيال ميديا، بالنسبة لمحركات البحث منافسة جوجل، لما تيجي ننزل هنا كده شوية هتلاقي ان تقريبا جوجل في سنة 22 في اخر 22 كان مستحوذ تقريبا على 92% من نتائج البحث على مستوى العالم، دخل في 93% في أول 23. دلوقتي النتائج بقت في حتة تانية خالص، جوجل بيستحوذ على نتائج البحث على مستوى العالم. لما تيجي تشوف المسافة الفرق ما بينه ما بين أول واحد بعده اللي هو بينج، هتلاقي مفيش وجه مقارنة، ده 92% واللي بعده 3%. فأنت ما ينفعش تقارن جوجل دوت كوم بأي محرك بحث تاني، وما ينفعش تقارن جوجل دوت كوم بأي منصة السوشيال ميديا جواه، لأن هو بيحتوي كل دول كلهم موجودين جواه. تعالى كده نخش نجرب على جوجل ونشوف لما تيجي تبحث على حاجة بتخسر في خلال وقت قد ايه ويظهر لك كام نتيجة بحث. يعني مثلا وليكن لو احنا دورنا على شقق في العاصمة الإدارية مثلا، هنمسح كده دورنا على شقق في العاصمة الإدارية، بص هيطلع لك ايه؟ هتلاقي هنا كلمة تولز نضغط عليها طلع لك 1,180,000 نتيجة بحث في 3 جزء من 10 من الثانية، 3 من 10 من الثانية. ده معناه ان في مجال بحثنا ده في اكتر من 1,180,000 ويب سايت عارضين نتيجة خاصة بشقق في العاصمة الإدارية، كل دول موجودين على جوجل دوت كوم. طب لما نيجي نبص كده على النتائج هتلاقي فيه أول حاجة في حاجة اسمها سبونسر، ودي هنبقى نتكلم عنها قدام. خلينا نعد كده النتائج، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ظهر لك 16 نتيجة بحث، ماكسيمم بيظهر 17 نتيجة بحث في أول صفحة، دي الصفحة رقم 1. لما نيجي نخش على الصفحة رقم 2 هتلاقي برضو في نتائج تانية. طب ايه اللي خلى من 1,180,000 نتيجة دول يظهر خلينا نرجع كده الصفحة رقم 1، ايه اللي خلى ده يظهر رقم 1 وده يظهر رقم 2 وده يظهر رقم 3؟ فخلينا بس بعيد عن حتة جوجل ادز دلوقتي، خلينا بس نتكلم في ترتيب النتائج. ده معناه ان جوجل عرف يعمل زي حاجة اسمها مزاد كده علشان ده يظهر رقم 1 وده يظهر رقم 2 وده يظهر رقم 3. يعني ده معناه ان جوجل عرف يعمل عملية مزاد ما بين 1,180,000 موقع في جزء من 3 من 10 من الثانية. انت متخيل جوجل دوت كوم ده قوته عاملة ازاي؟ لان في 1,180,000 موقع في الكيس بتاعتنا دي كلهم بيتنافسوا ان هم يظهروا في الصفحة الاولى، لان 85% من الناس اللي بتسيرش على جوجل دوت كوم بيختاروا النتيجة اللي هم بيدوروا عليها من صفحة رقم 1. بقية النتائج دي كلها اللي هي الباقي من 1,180,000 15% ممكن يوصلوا لها، فالناس كلها بتحارب علشان توصل للصفحة رقم 1. طب ازاي تظهر على الصفحة رقم 1؟ ده بينقسم لحاجة اسمها SEO و SEA، وده اللي احنا هنتكلم عنه المحاضرة الجاية. احنا المحاضرة بتاعت النهاردة بنتكلم ليه نستخدم جوجل ادز مش اي منصة تانية. طب احنا لحد دلوقتي عرفنا مدى قوة جوجل ادز، طب امتى استخدمها وامتى استخدم فيسبوك، امتى نستخدم انستجرام او سناب شات او لينكد ان او ايا كان المنصه اللي انا هستخدمها؟ خلينا نطلع كده شويه
عامه البي دي اف ده اللي انا بشرح منه دلوقتي كله هتلاقوه في اللينك تحت، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف، خشوا نزلوه فور فري يعني. تمام، هو وكل البي دي افات اللي هبقى بشرح منها بقيه المحاضرات الجايه كلها. بعيد عن احنا قلنا ان ما ينفعش يبقى فيه اي وجه مقارنه ما بين جوجل دوت كوم وبين اي منصه سوشيال ميديا تانية او اي حتى محرك بحث تاني، فقلنا نفترض ان احنا خلاص هنبدا نقارن. انا الانسب ليا ان انا استخدم جوجل ادز ولا استخدم فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك ولا سناب شات ولا لينكدين؟ فالموضوع ده تقدر تجاوب عليه عن طريق الست نقط اللي انا كاتبهم لك هنا دول. اول حاجه الاندستري بتاعتك، يعني الصناعه اللي انت شغال فيها. يعني وليكن مثلا انا ببيع شوز جديد، فالشوز ده هل في احتماليه ان حد يخش يسيرش عليه على جوجل فاطلع له في النتائج فيختارني؟ اقول لك اه ينفع، في المجال ده ينفع. طب خلينا نفكر مثلا في حاجه تانية، زي مثلا حاجات مشهوره زي مثلا بيبسي وكوكاكولا. فكوكاكولا مثلا محدش هيخش يسيرش اكتر عنها عشان يعرف عنها اكتر وعلشان يقرر هل هو هيشتريها ولا لا، لان الناس كلها عارفه كوكاكولا. بس لو انت بتقدم منتج او خدمه في عندك منافسين كتير والعميل بتاعك بيحتاج ان هو يخش سيرش علشان يشوف كل المنافسين ويختار ما بينهم، فلا انت في الحاله دي محتاج تبقى موجود على جوجل دوت كوم مثلا. لان مثلا وليكن لو العميل عايز مثلا يشتري شوز جديد، فلا هيخش يسيرش على جوجل دوت كوم انه عايز يشتري شوز وهيشوف المنافسين وهيختار حد منهم. او لو انت بتقدم خدمه مثلا وليكن انت محطه غسيل عربيات، فالعميل هيخش برضو يسيرش اقرب محطه غسيل عربيات فين، فانت يا اما تظهر في ستوب سيرش يا اما مش هتظهر. فده في حاله ان انت لو بتقدم منتج او بتقدم خدمه فيها منافسين كتير والعميل بيخش يسيرش على المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، وانت في الحاله دي محتاج تظهر في الصفحه الاولى علشان ممكن يختارك ويشتري المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمهم. ففي الحاله دي انت محتاج تكون موجود على جوجل دوت كوم. ده كده رقم واحد. طب رقم اتنين، التارجت اودينس بتاعك بيتفاعل فين؟ الجمهور بتاعك بيتفاعل فين؟ يعني وليكن مثلا زي ما احنا ما قلنا كده في حاله الشوز او في حاله مثلا غسيل العربيات، وهنفترض مثلا انا بقى مش هتكلم على جوجل، مثلا هقارن ما بين فيسبوك وهقارن ما بين لينكد ان. في حاله ان انا عايز اعرض شوز جديد انا عايز ابيعه، هل الانسب في الحاله دي ان انا اعرضه على فيسبوك ولا اعرضه على لينكد ان؟ اكيد طبعا فيسبوك، لان الجمهور في الحاله دي احتماليه ان هو يشتري اكتر. انما لينكد ان لو انا عرضت عليه شوز احتماليه ان عميل يتفاعل مع ان انا ببيع شوز هناك ضعيفه جدا. انما لا، في حاله لينكد ان انا هعمل اعلان توظيف. لو انا عايز اوظف شخص يبقى انا في الحاله دي هشوف الجمهور بتاعي بيتفاعل اكتر فين. لو انا عايز اعمل اعلان توظيف يبقى الجمهور اللي تفاعل اعلان التوظيف موجود اكتر على لينكد ان. لو انا عايز اعرض شوز يبقى الجمهور اللي هيتفاعل اكتر موجود على فيسبوك، واكيد طبعا موجود على جوجل دوت كوم. يبقى دي كانت تاني حاجه. تالت حاجه، مثلا في مصر من اقوى منصات السوشيال ميديا اللي موجوده فيسبوك وانستجرام وتيك توك، دول رقم واحد. على العكس مثلا لو رحت دوله زي السعوديه هتلاقي لا، فيسبوك ده رقم 3 او 4، وهتلاقي التوب عندهم هو سناب شات وتيك توك وانستجرام، وهتلاقي فيسبوك ده رقم 4. فانت في الحاله دي لو هتبيع نفس المنتج اللي هو الشوز اللي احنا قلنا عليه، فانت اكيد مش هتروح تستهدف تعمل كامبين للسعوديه وتعمل اعلان على فيسبوك، ما هو الجمهور هناك مش بيتفاعل على فيسبوك اصلا. لا، انا هروح اعمل على سناب شات، وطبعا اللي شامل كل دول وهم كلهم جواه جوجل دوت كوم. لو انت عملت جوجل دوت كوم مفيش شعب على وجه الارض مش بيسيرش على جوجل دوت كوم الا مثلا الصين. الصين جوجل دوت كوم محظور هناك، يبقى انا مش هينفع مثلا اروح استهدف وليكن الصين واعمل اعلان جوجل دوت كوم لان الاعلان مش هيوصل هناك. فدي كانت تالت حاجه، وهي الدوله. لازم تشوف الشعب بتاع الدوله دي اكتر حاجه بيستخدمها للبحث ايه. رابع حاجه عندك وهي الويب سايت بتاعك. لو انت هتستخدم جوجل دوت كوم فانت لازم الويب سايت بتاعك يبقى جاهز، لان انت لو عملت احسن كامبين في العالم باحسن استهداف واحسن كيوردز والعميل بتاعك راح على ويب سايت ضعيف وبطيء واليوزر اكسبيرينس بتاعته ضعيفه واليوزر انترفيس بتاعته تعبانه، العميل مش هيكمل وهيخرج. يبقى انت لازم الويب سايت بتاعك يبقى قوي جدا عشان يستحمل عدد العملاء الكبير اللي هيخش له. الويب سايت بتاعك ضعيف، لا خلاص ما تعملش على جوجل وروح اعمل على فيسبوك ولا ايا كان منصه السوشيال ميديا الثانيه اللي هتبقى مناسبه للدوله اللي انت هتستهدف فيها. فرابع حاجه عندك عشان تقرر هتستخدم جوجل دوت كوم ولا لا، الويب سايت بتاعك لازم يبقى قوي جدا وهيستحمل الترافيك الكبير اللي هيروح عليه. بعد كده عندك خامس حاجة وهي المنافسة. لازم تبقى عارف المنافسين بتوعك بيستهدفوا انهي منصة بالظبط. يعني وليكن لما انا مثلا فتحت هنا وشفت، لما انا سيرشيت على العاصمة الإدارية شواء هناك، فانا لقيت دي سبونسر داي، يبقى انا لقيت هنا 1 2، يبقى في هنا نتيجتين بحث ممولين. لو نزلت تحت شوية هنا كمان هلاقي هنا كمان سبونسر ده وهنا سبونسر ده، يبقى في اول صفحة هنا في 4 عاملين اعلان
في المجال بتاع الشقق في العاصمه الاداريه. ده معناه ان في هنا في جوجل دوت كوم من ناحيه مجال الشقق بتاعت العاصمه الاداريه او ريال استيت عامه، لا في منافسه. وده طبعا اي حد شغال في الريال استيت هيبقى عارف حاجه زي كده، ان في ملعكه بتحصل في جوجل من ناحيه الريال استيت يعني. بس انا بقول لك ده كمثال. فانا كده وليكن انا عارف المنافسين بتوعي فين. لو انا شخص شغال في ريال استيت فانا عارف ان المنافسين بتوعي شغالين في جوجل دوت كوم. ومعنى ان في منافسين كتير شغالين في منصه معينه اللي هي مثلا وليكن جوجل، ده معناه ان في ليدز كتير بتيجي من هناك، ان في عملاء كتير موجودين في المنصه دي او في المكان ده. طيب هل ده معناه ان انا اشوف المنافسين موجودين فين واروح اعمل زيهم او اروح انافس معاهم في نفس الحته بتاعتهم؟ اقول لك بص، ده على حسب. يعني على حسب ايه؟ على حسب انت حجمك بالنسبه لهم ايه. هل انت قوي كفايه انك تخش وسط المنافسين الاقوياء دول وتفرض نفسك معاهم وتاخد ماركت شير وسطهم؟ ولا تقولي لا على العكس، طب انا ايه اللي يخليني اخش وسط المنافسين دول ودول بص عمالين يطحنوا في بعض، طب ما انا اروح لمكان تاني المنافسه فيه قليله واروح اشتغل هناك. يعني بمعنى اخر اشوف مثلا منصه تانية غير جوجل، مثلا اشوف مثلا منصه سوشيال ميديا تانية المنافسه فيها ضعيفه والمنافسين الكبار دول مش بينافسوا بعض هناك ومفيش تقريبا منافسين بيعملوا اعلانات في المجال بتاعي، واروح انافس هناك. يبقى انا كده بالتالي مش هدفع مبالغ كبيره، صح؟ لان انا مش هنافس حد. اقول لك والله بص، مش بالظبط. لان معنى ان انت هتروح مكان اصلا مفيش منافسه عاليه، ده معناه ان مفيش ناس كتير بيسيرشوا على الحاجه اللي انت عايز تقدمها دي. فانت هتبقى حرفيا واقف وسط لا شيء، مفيش حد بيسيرش عليك وعمال تنادي عمال تغني لوحدك انا ببيع كذا، انا بقدم الخدمه الفلانيه وببيع المنتج الفلاني، وعمال تحاول تشد انتباه العملاء اللي هم اصلا مش بيسيرشوا عليك علشان يجوا وياخدوا بالهم من الحاجه اللي انت بتقدمها والحاجه اللي انت بتبيعها. فانت في الحاله دي برضو هتبقى بتصرف فلوس كتير جدا وبتبذل مجهود ووقت. ولكن في حاله ان انت عرفت تشد انتباه الجمهور اللي ما كانش مهتم بالمنتج ده في البلاتفورم اللي انت حاولت تخشها جديد دي، فانت في الحاله دي هتبقى ماركت ليدر، هتبقى قائد للصناعه دي في المنصه الجديده اللي انت دخلتها وعملت حاجه جديده محدش غيرك عملها قبل كده. ففي الحاله دي المنافسين بتوعك لما يبداوا يجوا وراك هتبقى انت خلاص سيطرت على السوق في المنصه الجديده اللي انت دخلتها دي. فلما نيجي نرجع نفكر كده في الحالتين، في حاله ان انت لو دخلت منصه فيها منافسه قويه فانت هتبقى برضو بتصرف مبالغ علشان تنافس ناس اوريدي موجودين بقوة وكلهم بيتنافسوا على عملاء موجودين كتير في المكان ده. وفي الحالة التانية انت لو رحت مكان ما فيهوش اصلا منافسة هتبقى برضو بتصرف مبلغ كبير وعمال تبذل وقت ومجهود علشان تشد انتباه عملاء هم اصلا مش مهتمين بالمنتج اللي انت بتبيعه او الخدمة اللي انت بتقدمها في الوقت الحالي، وبتحاول تشد انتباههم ليها. بس لو نجحت في ده هتبقى قوي جدا في الحتة بتاعتك. فانا عايز اقولك ان الاتنين مهمين، مفيش حاجة اهم من التانية. هي بص، دي استراتيجيه ودي استراتيجيه. كل اللي انا بشرحه لك ده في عالم الماركتنج عشان تبقى فاهمه، دول نظريتين اصلا موجودين. اللي احنا كنا بنتكلم فيها الحته اللي فيها منافسه عاليه جدا دي حاجه اسمها ريد اوشن. ريد لو تاخد بالك كده ليها علاقه بالتحذير، احمر لان هنا في ضغط منافسه عالي جدا. وفي الحاله الثانيه اللي انت واقف بتغني لوحدك ومفيش حد حواليك ولا منافسين ولا ناس مهتمه بالمنتج اللي انت بتبيعه، ففي الحاله دي حاجه اسمها بلو اوشن اللي هو المحيط الازرق. انت واقف في حته هاديه، او بلو جايه من ان هي بارده مفيش منافسه فيها عاليه، وانت واقف بتنادي لوحدك في حته ما فيهاش منافسين. فالحته اللي ما فيهاش منافسه عاليه دي اسمها بلو اوشن، والحته اللي فيها منافسه عاليه جدا والناس عماله تطحن في بعضها دي اسمها ريد اوشن. دي استراتيجيه ودي استراتيجيه، ودي ليها دماغ ودي ليها دماغها، محتاج تقرر انت محتاج تعمل مين فيهم. جميل كده. اخر حاجه وسادس حاجه معانا وهي البادجت بتاعتك، الميزانيه بتاعتك. الميزانيه بتاعتي دي بتفرق في ايه؟ اقول لك لا هتفرق كتير. وليكن مثلا لو انا بعمل اعلانات مثلا على فيسبوك ب 200 جنيه وانا بستهدف في الاعلانات دي مثلا وليكن مصر، وقلنا طب انا عايز اجرب استهدف السعوديه، فقلنا السعوديه مثلا اقوى منصه فيها هي سناب شات، فهقول لك مثلا اخد ال 200 جنيه دي واروح اعمل بيهم اعلانات في سناب شات استهدف بيهم السعوديه. هقول لك لا والله في الحاله دي ال 200 جنيه بتوعك دول ما يعملوش حاجه في سناب شات وما يعملوش حاجه في لينكد ان وما يعملوش حاجه في جوجل. فانت على حسب الميزانيه بتاعتك تقدر تحدد المنصه اللي انت هتستهدف من خلالها. يبقى دول كده الستة بوينتس الاساسيين اللي لما تذاكرهم كويس وتبدا تشرح كل واحده فيهم وتفصلها لنفسك كده هتقدر عن طريقها تحدد المنصة اللي انت هتبدأ تستهدف من خلالها الجمهور بتاعك. وبس كده يا سيدي، دي كانت اول حلقة في كورس جوجل ادز. استنى الحلقات اللي جاية عشان هتستفاد منها جدا. وما تنساش هسيب لك البي دي افس اللي قلت لك عليها في لينك تحت في صندوق الوصف، هتخش على مقالة بتتكلم عن جوجل ادز وهتلاقي فيها اللينك
دوس عليه عشان تنزله، وهتلاقي فيها كل حاجه مشروحه بالتفصيل، هو نفس اللي انا كنت بشرحه لك على اللابتوب بتاعي بالظبط. ولو عندك اي اسئله ممكن تنزل كده تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، اسيب لك اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو محتاج اي شغل ليه علاقه بالسبونسر ادز على السوشيال ميديا او جوجل ادز، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك، اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.